وفيديو جديد، والفيديو ده عامة بقاله فترة متأجل، بس لأول مرة التأجيل ده يجي بفايدة يعني. فأنا عامة كنت عايز أستخدم في الفيديو اللي قبل كده طريقة أفتح بيها نت على التابلت، والطريقة دي اتقفلت. ففي فيديو النهاردة جبت لك طريقة تانية، وجبت لك كذا حاجة زيادة في الفيديو هتفيدك يعني. فعشان ما نطولش كتير اعمل لايك للفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده مثلا 1000 لايك، وده تحدي كده بسيط. لو الفيديو ده وصل 1000 لايك في خلال 3 أيام أنا هعمل جزء تاني من الفيديو ده ب5 حاجات كده زيادة هتفيدك برضو وهتسهل عليك استخدامك للتابلت يعني. فطولنا كتير في الانترو، يلا بينا ندخل في الفيديو على طول. اول حاجه كده نحتاجها وهي طريقه لفتح نت على التابلت، عشان معظم الطرق المعروفه دلوقتي اتقفلت يعني، والطريقه دي يمكن هي امن حاجه تقدر تستخدمها يعني، وهي برضه عن طريق البروكسي اللي كان قفل من يومين ده. فالكود ده قفل، فاحنا هنستخدم كود تاني يعني غيره او موقع غيره. فهتكتب الموقع الجديد ده، اكتبه مثلا دلوقتي في ورقه عندك كده، او اكتبه ورايا في التابلت بتاعك يعني. هتكتب HTTP وبعدين النقطتين اللي هم من تحت اللي هم دول، وبعدين سلاش دي هتكتبها مرتين برضه، وبعدين هتكتب 134.209 نقطة برضو 250 وبعدين 149. فهتروح عامل الذهاب، فهتلاقي ان البروكسي او الموقع اللي احنا كنا بنستخدمه في الاول اشتغل تاني معاك اهو بالشكل ده. فانا عامه بحب استخدم الطريقه دي لان هي حاجه سهله كده، وعن طريق كروم برضو مش حاجه يعني رخمه. ولو اول مره تستخدمها فتقدر طبعا يعني تستخدم حاجات كتير هنا. فيعني حتى لو بصيت تحت كده هتلاقي عندك دي كلها مواقع تقدر تتك عليها، بس هيروح موديك للموقع ده يعني. وليكن مثلا تعالى نكتب جوجل كده او نختار جوجل يعني، فهتلاقيه هو من نفسه بيوديك للسيرش بتاع جوجل يعني بالشكل ده كده. وهنا تقدر تستخدم جوجل باي حاجه انت عايزها بقى وتبحث عن اي حد يعني. ولو مش عايز تتعب نفسك كل مره وتكتب الكود ده، فممكن تيجي على ال3 نقط دول، وبعدين اللي هي الاضافه الى الشاشه الرئيسيه دي، وبعدين هتروح عامل اضافه بالشكل ده كده. المفروض دلوقتي انت لو ضغطت عليه بالشكل ده كده يعني، تعالى نطلع كده ونلغي ده كله ونضغط مثلا على جوجل بالشكل ده، فهو هيروح فاتح لك جوجل على طول يعني. اختصار بسيط كده وسهل. ففي ناس عملت اختصارات زي كده بس للتيك توك والحاجات دي، ومش عارفه ان هي تلغيها يعني. فانا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده وقلت ان هي مش بتتلغي وملهاش اي ضرر عليك، ما تخافش. انا سايب واحد قدامك اهو، وسايب برضو التليجرام قدامك اهو برضو يعني، ثانيه كده من الحاجات المخفيه. فانا عندي برضو التليجرام عامل له اختصار، فعادي مفيش اي مشكله. هي الفكره كلها ان انت مثلا لو عايز تخفيه داخل امتحان او اي حاجه من الحاجات دي، فممكن تيجي على ال3 نقط اللي فوق دول، وبعدين الضبط، وبعدين اخفاء التطبيقات، وبتختار الحاجه اللي انت عايز تخفيها اللي هو مثلا التليجرام اللي انا حملته. ولو عايز ترجعه تاني يبقى خش رجعه. انما الاختصار اللي هو بتاع جوجل وحاجه زي كده، فده لو انت ضغطت عليه ضغطه كده هتروح عامل له ازاله على طول ويبقى اتشال يعني. فده سهل ما فيهوش اي مشكله. فتعال ندخل بقى في الحاجه التانيه، واللي هي ازاي تشغل العاب على التابلت من غير ما تخرج بره المنظومه. فالموضوع سهل وما تخافش، امان برده ما فيهوش اي مشاكل يعني. فانت بعد ما تفتح اللي هو البروكسي ده هتروح داخل عليه بالشكل ده، وبعدين هتختار من تحت جوجل، وهيوديك يعني للسيرش بتاع جوجل عشان نبحث من عليه احسن. فبعد ما جوجل يفتح معاك بالشكل ده كده هتبدا تبحث عن موقع اسمه بوكي، وبرضه هكتبها لك على الشاشه يعني عشان لو مش شايفها في الفيديو. وبعدين هتعمل الذهاب وهتختار اول موقع يطلع لك. وهنا بقى انت بتلاقي العاب كتير يعني، بس عامه ما فيهاش بابجي. صوره بابجي اللي انت شفتها في الفيديو ده دي لي حاجه تانية هعرفك عليها برضه في الفيديو بتاع النهارده. هنا انت بتلاقي العاب كتير مسليه يعني، وفي برضه العاب ضرب نار والكلام ده كله يعني. فتعالى مثلا نختار لعبه زي صابواي ونشوف اداء التابلت في الالعاب برضه. فهيفتح معاك الصفحه دي كده، فهتقول له العب الان، فهتديله وقت عقبال ما يحمل، وبعدين هتلاقيه بدا يفتح لك اللعبه كده على طول. فزي ما انت شايف كده التابلت دلوقتي مش بتلعب من عليه عادي. فزي ما انت شايف كده التابلت شغال عليه صابواي، والتابلت جوه النظام ومفيش اي ضرر عليك. فده اداء تابلت A7 في الالعاب، واظهر لك برضو جنبه اداء تابلت A6 اللي احنا كنا عملنا له مراجعه قبل كده يعني. فزي ما قلت لك قبل كده طبعا تابلت A7 هو اللي هيكسب يعني. فكفايه كده مش هنقضيها لعب طول اليوم. فانت عندك هنا العاب كتير تقدر تلعب اي لعبه فيهم كده بكل سهوله، وتقدر برضو تعمل اختصار للموقع ده على الهوم سكرين من ال3 نقط دول، وبعدين اضافه الى الشاشه الرئيسيه، وهيتضاف معاك هنا. ولو حصل اي حاجه بقى امسحه عادي. والحاجه الثالثه بقى واللي هي تطبيق النوتس، واللي انا بصراحه لقيت ناس كتير بتسالني عليها. فهو مفيش طريقه ان احنا ننزل بيها تطبيق النوتس على التابلت الجديد، بس في حاجه تانية كده انت ممكن تستخدمها بدلها يعني، وهي الكتب اللي على التابلت بتاعك. فمثلا تعالى ندخل على الملفات كده، وتجيب اي كتاب تكون منزله، وليكن مثلا كتاب مدرسه اي حاجه، او لو عايز كتاب انا ممكن اخليه لك ورق ابيض كده، وممكن ابقى اخلي لك اللينك بتاعه في الكومنتات لو انت عايز تحمله يعني. وبرضه عشان لو لقيت ناس طلبت فتعال اقول لك ازاي تحمله، لو لقيت ناس طلبت هحطه في الكومنتات. فهتدخل على القناه بتاعتنا عادي، وبعدين هتشغل الفيديو ده، مش اللي هو ده، انا قصدي الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي بتاع التابلت، وهتدخل على التعليقات بتاعته وهتلاقي الموقع ده في الكومنت الاولاني يعني. فهتدخل وتعمل تحميل الكتاب ده، فيروح منزل معاك الورق الابيض ده اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. فتعالى مثلا نفتح اي كتاب بالشكل ده، وبعدين ال3 نقط اللي فوق دول، وبعدين اللي هي كومنت ليست اللي هي الحاجه التانية دي عامه يعني. وهنا بقى انت تقدر تكتب اي ملاحظات او اي حاجه على التابلت. فنطلع القلم وتعالى نشوف هنكتب بيه ايه.
فهتيجي على علامة القلم اللي فوق دي اللي هي دي كده، وبعدين هنا بتبدأ تختار اللون بتاع الخط، وليكن مثلا تعالى نختار الأحمر أو أي لون عامة يعني. تقدر تختار كمان درجة اللون اللي أنت عايزها، ومن هنا تقدر تختار حجم الخط اللي أنت هتكتب بيه. فمثلا نختار الخط الوسط ده، وتقدر بقى من هنا تكتب أي حاجة أنت عايزها، لايك مثلا أو اشتراك، أي حاجة تقدر تكتبها بخط ايدك انت. وطبعا الكلام ده لو على ورق ابيض فهيكون احسن يعني. ولو مش عايز تكتب بايدك فعندك اللي هو حرف التي اللي هو ده، فانا اقصد حرف التي اللي هو ده اللي متعلم عليه بازرق ده. فهتضغط عليه وبعدين هنا هتختار اللون اللي انت عايز الخط ده يكتب بيه، وليكن مثلا خليه اسود زي ما هو. وبعدين هتروح ضغط كده على الشاشة في اي مكان انت عايز تكتب فيه، ضغطة واحدة بس كده، فيروح مطلع لك المربع ده، وهنا تقدر تكتب اللي انت عايز تكتبه بالشكل ده كده، وتخليه بقى عندك كده ويبقى اتكتب يعني في المكان ده. تلاقي يعني ان هي بتتكتب معاك وتقدر تنقلها لاي مكان انت عايزه، وكمان تكبر حجمها لو انت عايز تكتب حاجات اكتر يعني. وبرضه لو انت عايز تعمل ملخص واي حاجه من الحاجات دي فده هيكون على ورق ابيض احسن. وفي الاخر عشان تحفظ الكلام ده كله في المكان اللي انت كتبت فيه، هتروح ضغط على علامه الصح اللي فوق دي، وبس كده يبقى الحاجه اللي انت كتبت فيها دي محفوظ فيها الكلام اللي انت كاتبه. فالموضوع سهل عامه يعني، يبقى جربه. فاحنا الحمد لله معانا التابلت القديم وكل حاجه وراضيين يعني، بس عندنا مكان نقدر نكتب فيه ونرسم فيه براحتنا كمان. فعشان ما نطولش كتير تعالى ندخل على طول في الحاجه اللي بعد كده. والحاجه اللي بعد كده بقى واللي هي البلوتوث. فلو انت البلوتوث شغال عندك فدي مش ميزه، ده انت كده ممكن يكون التابلت بتاعك بره النظام يعني. بس لو انت مثلا عايز تنزل اي حاجه على التابلت تعمل ايه؟ فانا كان في طريقه عملتها قبل كده، وهي طريقه الشير، والفيديو عامه نازل على القناه يعني. بس انا بدل ما اخليك تروح تلف وترجع وتيجي والكلام ده كله، انا هظهر لك الفيديو دلوقتي، سواء بقى كانت صور، فيديوهات، اي حاجه من الحاجات دي. وبرضه الطريقه دي مش تبعت بيها الالعاب مش بتشتغل على التابلت. مفيش غير طريقه العاب واحده بس اللي احنا عملناها في فيديو النهارده، غير كده فانت ما تخشش في حاجات تانية عشان ما تاثرش على دخولك للامتحان والكلام ده كله. فبس تعالى نشوف ازاي تبعت ملفات على التابلت. فازاي تنقل ده كله من موبايلك للتابلت. فكل اللي انت محتاجه هو التابلت طبعا، وهتحتاج موبايلك، وهتنزل عليه تطبيق الشير. واكيد طبعا تطبيق الشير عندك يعني مش هتحتاج انك تنزله، فنعتبره مش عندك، فهتنزله وتفتحه بالشكل ده كده. وبعدين هتيجي على الزائد اللي فوق دي، وهنا هتختار شير ويز KAIOS اللي هي دي اللي قبل الاخيره. وبعدين بيفتح معاك الصفحه دي كده يعني، فهتبدا انك تديله كل الحاجات اللي هو عايزها منك. فهو عايزك تقفل الواي فاي يعني وتفتح الهوت سبوت، فهتعمل زي ما هو عايز وبعدين نكست. وبعدين هيقول لك اعمل الحاجات دي، فهتروح انك جاي شادد يمين بالشكل ده كده، وهتظهر معاك الصفحه دي. فكل اللي انت هتعمله بقى دلوقتي انك هتروح جاي على التابلت، وهتروح جاي فاتح الواي فاي بالشكل ده كده، او اللي هي حاجات الواي فاي يعني. وهنا زي ما انت شايف كده هو مديك شبكه واي فاي يعني، لو انت بصيت كده قبل اضافه شبكه، فزي ما انت شايف كده الشبكه ظهرت قدامك اللي هي اندرويد شير دي. فهتضغط عليها كده وتبدا انك تكتب الباسورد اللي هو مديهولك، فهتكتبه زي ما هو مديهولك كده 92. A few moments later. وبعد ما بتكتب الباسورد وتتاكد ان انت كاتبه صح، بتروح عامل توصيل في التابلت، وعلى طول بتلاقي ان هو بدأ يوصل معاك كده يعني. ولو جات لك الرساله دي فهتقول له الاتصال هذه المره فقط، لان انت كده كده كل مره هتعوز انك تبعت فيها حاجه على التابلت هتعوز انك تعمل الخطوات دي زي ما هي كده كل مره. مفيش حاجه مثلا مش هتعملها، هتعمل كل حاجه زي اول مره. فهتفتح دلوقتي كروم، وبعدين هتيجي في السيرش اللي فوق ده كده وهتكتب الكود ده. فهو هنا مديهولك كده HTTP نقطتين وبعدين شرطتين وبعدين 192 وبعدين نقطة. فهتكتب كل حاجة زي ما هو كاتبها بالنقطة حتى، ولو واخد بالك فهنا في نقطتين مش نقطة واحدة، فركز في الحتة دي برضو. 1 minute later. فكل اللي انا هعمله دلوقتي هروح اعمل الذهاب، فهتلاقي ان هو بدأ يفتح معاك الصفحة دي كده. وكل اللي انت هتعمله انك تروح جايب موبايلك وبعدين send files وتبعت اي حاجة نفسك فيها، وليكن مثلا تعالى نبعت اغنية وبعدين نكست. فبتلاقي الاغنية بدأت ان هي توصل هنا على التابلت. فكل اللي انت هتعمله هتروح تضغط على علامة اللي هي الداونلود دي، وهتلاقيها ان هي بدأت تحمل فوق. ولما تحمل بقى تدخل هتلاقيها على الملفات، او ممكن تبقى تضغط عليها من فوق كده وتسمعها براحتك يعني. فشغالة زي ما انت شايف كده وتقدر تدخل تسمعها من الملفات. فهتلاقيها على الملفات بالشكل ده، وانا محمل اغنية قبلها. فالتابلت بصراحة كسماعات وكشاشة فهو حلو، فحاول انك تستغله في الحتت دي يعني. تنزل عليه مثلا شرح درس، او انك تشوف شرح اونلاين على طول على اليوتيوب يعني، او تنزل عليه حاجات زي كده وتستغله بقى في اي حاجة تانية انت عايزها. فبس تعالى ندخل في الحاجة اللي بعد كده. واخر حاجة بقى وهي لو انت عايز تبعت صور على التابلت. فطبعا لو انت جيت تشغل اي صورة على التابلت فما فيش صور بتشتغل بالشكل ده كده. فازاي بقى تشغل الصور دي؟ فكل اللي انت هتحتاجه انك هتحتاج موبايلك، وهتحتاج اي برنامج يكون بيعمل تعديل للفيديو. مش شرط ان هو يكون حاجة قوية، هو بس اي حاجة يكون بتعمل تعديل للفيديو، زي مثلا اللي هو فيديو ميكر اللي هو ده، او VN، اي حاجة من الحاجات دي. وهتدخل عليه وتختار الصورة اللي انت عايز تحطها او تخليها صورة يعني.
وعايز تبعتها على التابلت. فوليكن مثلا نختار صورة زي كده وبعدين العلامة دي، فبيروح فاتح لك يعني المكان اللي انت تقدر تعمل فيه تعديل على الصورة دي او على الفيديو ده مثلا. فمثلا ممكن نخلي الوقت كده 16 ثانية ولا حاجة، وبعدين علامة اللي هي الاصدار اللي فوق دي، ولو الصورة دي مهمة فممكن تخليها بأعلى جودة مثلا، تصدير بأعلى جودة، وبعدين تروح عامل سيف. فالمفروض ان هو دلوقتي هيحفظ ده على هيئة فيديو، وانت بدل ما تبعت على التابلت صورة هتبعتها على هيئة فيديو، وطبعا هتبعتها عن طريق اللي هو برنامج الشير اللي احنا عملناه، وهتلاقيها في التابلت عند مقاطع الفيديو، تلاقيها بقى في الحاجات دي كده. فمثلا انا بعت حاجة قبل كده زي دي زي كده مثلا، وصورة بابجي اللي كانت في الاول فهي دي صورة بابجي، فانا حولتها لفيديو وبعتها على التابلت عشان تبدا ان هي تظهر بالشكل ده، وتقدر كمان تكبر بقى فيها او تعمل اللي انت عايز تعمله. يعني هو الموضوع صعب، بس يعني يمكن دي الحاجه الوحيده اللي انا لقيتها شغاله. فبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده. فلو عجبك الفيديو فما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل الجرس على الكل، وكمان القناه التانية بتاعت التابلت اللي هي القناه دي. فالقناه دي انا ممكن ابقى اهتم بيها الفتره اللي جايه شويه، فلو لسه ما اشتركتش فيها فاشترك فيها طبعا. عايزين نوصلها 1000 مشترك يعني قبل نهايه السنه. بننزل عليها برضو فيديوهات للتابلت زي كده. فبس كده اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.